السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي نحاول نتكلم لكم على التحديثات اللي غادي توقع في السيستم ديال المواعيد ديال فيزا امريكا. كيف ما كتشوفوا في هذه الصور هذه اللي غادي ندوز لكم في الشاشه، هي يعني صور اخباريه وانذاريه في نفس الوقت. الناس اللي غادي تدفع الفيزا امريكان، الناس اللي عندهم الموعد اليوم وغدا والبارح اللي غادي يكونوا يدفعوا في السيستم بالنظام العادي، ولكن كتخبركم القنصليه ديال الميريكان بلي غادي يكون واحد التاخير يعني في استخراج التاشيره. نورمالمون فيزا ديال الميريكان باش انها توجد في الباسبور كتاخذ واحد 5 ايام 6 ايام ماكسيموم، ولكن حاليا قال لك اودي بالنسبه لهذا التحديث غادي يوقع جديد، ممكن يكون تاخير في استخراج جوازات السفر. وحاليا غادي يحولوا من الموقع القديم اللي هو US Travel Log اللي غادي يديروا نظام جديد. حاليا مازال ما اعلنوش على نظام جديد، ولكن كيخبروك باللي الخلاصه جينيرالي في الموقع ولا في انك تاخذ مواعيد غير متاح حاليا، ولكن الناس اللي عندهم مواعيد سواء يوم الخميس ولا غدا الجمعه ممكن انهم يتقدموا يعني عادي جدا، ويعني يجيبوا معهم الورقه باش كيخلصوا الموعد والموعد بطبيعه الحال والاستماره ديال دي 160 ويجيو القنصليه الامريكيه عادي. فالاخوان هذا هو الاخبار الجديد. نتمنى ان شاء الله مستقبلا انهم يحسنوا في يعني في النظام ديال المواعيد، يكون الموعد قراب، تكون المعالجه يعني سريعه، وفي نفس الوقت يكونوا المواعيد متوفرين، حيت ميريكان صراحه عليها الضغط، وحاليا غادي يكون عليها ضغط اكثر بحكم كاس العالم وكاس العالم للانديه. تهلاو، نشوفكم في فيديو جديد.